du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. اتعرض لأكتر من 20 عملية اغتيال على مدار حكمه، وفي مصادر تانية كانت بتقول إنهم كانوا 40 محاولة اغتيال، ومصادر تالتة بتقول إنهم 50. ومن حسن حظه وسوء حظ أوروبا كان بينجو من كل العمليات دي. لكن النهارده هنحكي تفاصيل أخطر عملية اغتيال اتعرض لها هتلر، واللي كانت قريبة إنها تجيب أجله قبل نهاية الحرب العالمية التانية، وحاول تنفيذها ضباط من الجيش الألماني بنفسه. انزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب. أنا عصام عبد الحميد وده المفيد. مع التوسع الجنوني لهتلر في اوروبا، كان في قاده في الجيش الالماني شايفين ان زحف هتلر في اوروبا كان بيضر بلدهم، سواء من الموارد البشريه او في الموارد الماديه، وكل اللي بيعمله ده مجرد بس عشان يرضي غروره وخياله اللي كان موصله انه ممكن يحتل العالم، وشايفين ان كل اللي بيعمله ده دمار لالمانيا. بس ده ما ينكرش انه كان قائد عسكري ذكي وواثق في نفسه وفي قدراته، واللي عمله في اوروبا كان اكبر دليل على ده. لحد سنه 1944 بدا 3 من اكبر القاده في الجيش الالماني لترتيب خطه عشان يختلوا بيها هتلر، على اساس ان هم يحرروا المانيا من استنزاف مواردها وانقاذ ما يمكن انقاذه، واتعرفت باسم عمليه فالكيري او عمليه وكر الذئب. وكر الذئب ده كان المكان السري اللي هتلر بيجتمع فيه مع القادة بتوعه وبيخططوا فيه كل المعارك والخطط العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية. أما الثلاث قادة اللي خططوا لاغتيال هتلر هم الفريق الأول فريدريش أوربريشت وهينينج فون، وخلي بالك ده تحديدا كان بيخطط لاغتيال هتلر لأكتر من 10 سنين، والعقيد كلاوس فون شتاوفنبرج، وده كان اهم واحد في التنظيم ده وهنبقى نرجع له تاني. طيب كان ايه الهدف من العمليه دي؟ هل فعلا كان هدفها انقاذ المانيا ولا كان طمع في السلطه؟ قال لك لا، مش طمع في السلطه ولا حاجه، وساعتها اعلنوا عن مبادئهم، بس طبعا بينهم وبين بعض والا مش هتبقى عمليه سريه. اما الهدف من العمليه وبعد اغتيال هتلر والقضاء على القياده النازيه، رقم 1 هيتم عقد صلح مع الحلفاء، رقم 2 تحرير الجنود الالمان من سيطره هتلر عليهم. كان بيجندهم وهم عندهم 16 سنه، هم عايزين يفرحوا بشبابهم برضه. نرجع تاني لكلاوس فون، اهم عنصر في العمليه. كلاوس فون هو ضابط الماني اشترك في شويه معارك في بولندا وفرنسا وعلى جبهه روسيا كمان، وبعدها اتكلف في الخدمه في تونس، وهناك اتعرض لاصابه قويه عن طريق لغم ادى لفقده لعينه الشمال وايده اليمين وصباعين من ايده الشمال، فرجع لميونخ عشان يتعالج، وهناك منحوه رتبه كولونيل رغم صغر سنه اللي ما كانش يتعدى 35 سنه. وبالمناسبه معلومه كده على جنب، لما اتبعت لتونس كان ده عقاب ليه بسبب نقده لهتلر في العلن. وبعد الإصابة دي اتأكد إن اغتيال هتلر هو الحل وبدأ في التخطيط. وخلي بالك فكرة الإطاحة بهتلر ما كانتش بعد توليه للحكم بفترة، لا ده من أول 1939 ومع احتلال بولندا أول خطة للتوسع. كان لسه هتلر بيشق طريق في أوروبا، يعني لسه ما حدش يقدر يحكم هل اللي بيعمله ده صح ولا غلط، وكان في فعلا عناصر من الجيش في البداية مش عايزينه، ولكن ده طبيعي في أي مكان. بس اللي مش طبيعي إن كلاوس وقتها كان لسه نقيب صغير، وكان مسؤول عن التموين والإمداد في فرقة صغيرة في الجيش، واتعرض عليه فعلا انه يشارك في اي عمليه اغتيال لهتلر، بس ساعتها رفض، بداعي ان رتبته لسه صغيره وازاي هيقرب لهتلر، ده مجرد ضابط صغير في الجيش الالماني. بس ده ياكد ان الفكره كانت موجوده من زمان. ومع هزيمه الجيش الالماني في كذا معركه، واشهرهم كانت معركه ستالينجراد، وكان سبب الهزيمه في المعركه دي غرور هتلر ورفضه للانسحاب التكتيكي، وبسبب التصرف ده ضاعف عدد الضباط الالمان اللي كرهوه، وطبعا اهمهم كلاوس فون اللي كان شايف ان اللي المانيا فيه ده ملوش فايده، وان هتلر هيلبسهم في الحيط بسبب الشباب الالماني اللي بيموت في الحرب. وقت اصابته طبعا اللي حصلت له في تونس كان فاضي، وده اللي خلاه يخطط للعمليه بتركيز. الخطه ان هيتم تفجير قنبله في غرفه وكر الذئب خلال اي اجتماع لهتلر، والعمليه اتنفذت 3 مرات بسبب تعطيلها مرتين، وبسبب ان كلاوس بقى في منصب حساس ومهم في الدوله بعد اصابته، واللي اتعين بعدها لرئيس اركان حرب الجيش الداخلي، وده طبعا كان بيمكنه ان هو يقابل هتلر شخصيا. في 11 يوليو 1944 تم استدعاء كلاوس لحضور احد اجتماعات هتلر،
وهنا كانت فرصته للتخلص من هتلر عن طريق زرع قنبله في شنطه كلاوس الشخصيه. ساعتها كلاوس اقترح انها تكون عمليه انتحاريه بيه يعني، بس باقي القاده المسؤولين عن عمليه الاغتيال اقنعوه انه لازم يبقى عايش بعد الاغتيال لان وجوده مهم. لكن كان في تعديل في الخطه في اخر لحظه. التعديل ان كان لازم وقت التفجير يكون في واحد اسمه هاينريش هيملر، وده كان واحد من اهم رجال هتلر من حيث الولاء. هيملر كان قائد مؤسسه شبه عسكريه اسمها SS، وكان ليها نشاطات كتير خلال الحرب وبعد الحرب، اهمهم محارق الهولوكوست واللي نفذها بامر من هتلر، وهنبقى نتكلم عن المنظمه دي بالتفصيل في حلقه جايه ان شاء الله. اما الشخص الثاني اللي لازم يكون موجود وقت التفجير هو هيرمان جورينج، وده كان نائب هتلر، يعني دراعه اليمين بمعنى اصح، ولو حصل اي حاجه لهتلر هو اللي هينوب عنه في حكم المانيا. فطبعا لو هتلر مات والراجل ده لسه موجود فالعمليه مش هيبقى ليها اي لازمه، واتلغت العمليه في المره الاولى للسبب ده. اما المحاوله الثانيه كانت يوم 15 يوليو 44 بعد المحاوله الاولى ب4 ايام، الا ان الاجتماع اتلغى في اخر لحظه. اما المحاوله الثالثه والاخيره كانت في 20 يوليو من نفس السنه، وفعلا كلاوس وصل لمطار رانجسدورف هو والمساعد بتاعه الملازم فيرنر فون هافتن، وكل واحد فيهم كان معاه شنطه فيها قنبله، والخطه اللي هتتم هو تفعيل القنبله وقت الوصول عن طريق سحب فتيل القنبله اللي هياخد من 10 ل 15 دقيقه عشان ينفجر، وده كان وقت كافي ليهم ان هم بعد ما يحطوا الشنط يخرجوا من الاجتماع باي حجه ومن المعسكر بالكامل. لكن مع استعجالهم وخوفهم من ان حد من ضباط الاجتماع يلاحظ اي شيء غريب، فعل قنبله واحده بس منهم، وبسبب اصابته كان صعب ان هو يفعل القنابل ب3 صوابع بس اتمكن من تفعيل قنبله واحده وداخل غرفه الاجتماعات. وساعتها طلب من جنرال كان ساعتها واقف جنب هتلر انه يبدل معاه المكان بحيث ان هو يبقى اقرب لهتلر، بحجه ان سمعه بقى تقيل من بعد اصابته في تونس. وفعلا حط شنطته تحت ترابيزه الاجتماعات وخرج بحجه انه جاله تليفون من قيادي. لكن خلال الاجتماع كان في كولونيل اسمه براندس، وساعتها غير مكان الشنطه وحركها بعيد عن هتلر بحوالي مترين. بالمناسبه ده تحديدا مات هو و3 من الجنرالات اللي كانوا موجودين في الاجتماع. خليك فاكر ان قنبله واحده بس هي اللي اتفعلت، بمعنى ان الانفجار مش هيبقى قوي بحيث انه يقضي على كل اللي موجود في الغرفه. وفعلا انفجرت القنبله. وقتها كان كلاوس خرج من المعسكر بس شاف الانفجار وراح المطار عشان يرجع تاني لميونخ ويبلغ القيادات ان العمليه نجحت ويكملوا اللي خططوا ليه بعد نجاح العمليه. والخطه بعد العمليه كانت: 1. السيطره على اجهزه الدوله المهمه، 2. نزع سلاح فرق الصعق، 3. حل المنظمات النازيه. وهيتولى مكان هتلر الجنرال لودفيج بيك، وكارل فريدريك هيتولى منصب مستشار المانيا، وهينينج فون اللي كان بيرتب لاغتيال هتلر من 10 سنين هيتولى الاجهزه الامنيه والمخابرات، والجنرال إريك هوبنر هيتولى وزاره الحربيه، وكلاوس فون هيتولى سكرتير حاكم المانيا. خلاص كده كل الرجاله قسموا التورته. خلال فرحتهم بالعمليه سمعوا في الاذاعه على الراديو ان كان في محاوله اغتيال استهدفت هتلر بس هتلر بخير. طبعا كلاوس كان متاكد من موت هتلر، خصوصا انه شاف الانفجار بنفسه، وتاكد ان اللي بيتقال في الراديو مجرد اشاعات عشان الروح المعنويه للجنود، وامر انه يكملوا خارطه الطريق اللي خططوا ليها بعد العمليه. الا ان بعد شويه هتلر يطلع بنفسه في بيان وياكد ان هو بخير، وانه بس اتعرض لشويه كدمات بسيطه وثقب في طبله ودنه الشمال ادى لصمم دايم فيها. بس وقتها الأذى الجسدي لهتلر ما كانش مهم قد إحساسه بعدم الثقة باللي حواليه، وتوعد لكل اللي شارك في العملية دي بمعنى كله هيتحاسب. وهنا كانت الصدمة لكلاوس وأوربريشت. وقتها عقد الجنرال فريدريش فروم محاكمة عاجلة وأمر بالقبض على كل المتورطين في العملية، وتم إعدام كلاوس وأوربريشت والملازم فيرنر هافتن فورا رميا بالرصاص. وبعدها هتلر أمر بإعدام 22 جنرال بالشنق كانوا متورطين في العملية، وانتحر 58 جنرال تانيين، منهم اللي انتحر بالإجبار ومنهم اللي انتحر خوف من هتلر. معظم عمليات الإعدام دي اتصورت واتعرضت لهتلر عشان يتمتع باللي حصل للي حاولوا يقتلوه. لك أن تتخيل إن الناجي الوحيد من كل عمليات الإعدام دي هو فليب فون بوسليجر اللي قدم المتفجرات بنفسه للي قاموا بالعملية. وقتها محدش عارف علاقته بالموضوع ففلت من الإعدام، ودوره ده اتعرف بعد نهاية هتلر فعلا. في 2008 صدر فيلم أمريكي بطولة توم كروز باسم فالكيري بيحكي تفاصيل المؤامرة، بس خلي بالك الفيلم إنتاج أمريكي يعني هيخليك تتعاطف بزيادة شوية مع اللي خططوا للعملية. ما علينا، المهم في النهاية شايف إن لو العملية دي كانت نجحت فعلا كان إيه هيكون مصير ألمانيا؟ وهل كانت ألمانيا هتبقى أفضل ولا أسوأ؟ وهل شايف إن بعد ما نجا هتلر من كل عمليات الاغتيالات دي هل فعلا تصدق إنه انتحر؟ بس كده خلصت. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. شرفت بمتابعتكم.